عليكم البنات الحبيبات الزنات ديالي. كما العاده معكم نجاة بحده. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده، نتوما الاسره الكبيره والاسره الصغيره والامهات الحبيبات ديالنا. اليوم البنات نشارك معكم واحد الحشوه، واحد البسيطلات ديال الدجاج اللي بواحد الحشوه معلكه اللي كتجي زوينه وفي المتناول، ونبدلوا الشكل ثاني بالنسبه للبريوات حلوين. تابعوني ان شاء الله. وغتشوفوا انايا هنايا عندي واحد الدجاجه غندير لها واحد معلقه صغيره ديال ابزار ما عامراش، بسم الله. عندي معلقه عامره ديال السكنجبير، كما عرفتوا الدجاجه كيبغي السكنجبير، معلقه عامره ديال السكنجبير. وعندي واحد معلقه صغيره كذلك ديال المروزيه، واللي عنده العطريه ديال البسطيله تاع الدجاج يديرها، البسطيله ديال الدجاج حلوه يديرها ديك العطريه البيضاء. وعندي معلقه صغيره ديال الخرقوم ديال العود، وكذلك القياس ديالنا ديال الملحه، ضروري الملحه البنات كنردوا معاها البال. وعندي واحد شويه، واحد 3 ولا 4 العويدات ديال القرفه، هانتوما كما شفتوا انا غنلوحو تاع القرفه. وعندي كنور زعفران، ولا اللي عنده زعفران العادي ديروا، انا غادا ندير كنور زعفران، هي اللي غادا ندير دابا. ها هي. وغندير واحد جهد معلقه ما عمراش ديال الربيع والمعدنوس، ها شويه صافي. وانا البنات باش كنطيب هاد الحشوه ديالي كنطيبها بمعلقه ديال الزبده، ها نتوما الزبده عاديه ولا لابريري صافي، وشويه ديال الزيت عاديه. انا غندير الزبده ونزيد الزيت ما بين ما نقي البصله ديالي. ها نتوما البنات من بعد ما درت القامه ديالتي وخلطتها، دابا خديت واحد 2 بصلات كبار طحنتهم في الهاشوار. هاد الهاشوار زعما الله يرحم لها الوالدين صافي. غنزيد واحد نص كاس ديال الماء صافي، وغادي نسد على الدجاج ديالي طيب ثاني نتلاقى بكم. هانتوما البنات ها هو الدجاج ديالنا طاب، انا حيدته دابا نخليه يبرد باش نفرتو. وهادي هي الكوكوط شي الضغميره، بقات غير هاد البصيله صافي. غنرجعها نبدا نشحرها مزيان ان شاء الله، نعاود نرجع لكم البنات. بعد ما خليت البصله ديالتي كتشحر، خديت واحد الحفنه ديال الزبيب، خويت عليها الماء طيب تطرقدت وصفيتها وقطعته حتى عندي زبيب كبير قطعته، الا كان زبيب صغير بلا ما نقطعوه صافي قطعته طريفات. هذه غنزيد ان شاء الله البصله الزبيب، وغنزيد ليه كذلك الحلاوه ديالته. غادا ندير قشور ديال الليمون معسلين هو اللي غادا نديرهم هما باش غنحلي، وغنزيد شويه القرفه. دابا ان شاء الله غادا نمشي للبصله، ها هي بعد ما تشحرات ليا مزيان حنا باقيين شاعلين عليها. زدت هذاك الزبيب باش يتشحر ليا ويرطب بشويه مع البصله. غادا نزيد شويه ديال القرفه، وغادا نزيد واحد 2 معالق ديال الكوفيتير ديال كما تكون تعسيله ديال القشور تاع الليمون. انا عندي قشور الليمون كنصاوبهم في الدار كنعسلهم ان شاء الله. دابا نشارككم غندير 2 معالق ديال قشور الليمون معسلين، ولا الليمون معسل راه كيتباع جاهز حتى هو. وغادا ندير شويه ديال القرفه، جاب واحد المعلقه صغيره، وغادا نذوقو صافي. الدجاج ديالي انا خليته كيبرد باش نفك صافي. وغنبقى نحرك، ما غاديش ندير البيض البنات في هاد البسطيله، ما غاديش ندير في هاد البريوات البيض صافي. غنبقى نحرك مزيان تيتعسل ليا، وندوق الحلاوه ديالتي وندوق الملح صافي. هاد التعسيله راه كتجي غزاله. وكنبدلوا على البسطيله ديالتنا اللي كنديروا عاديه بالبيض وباللوز. هذه ان شاء الله درتها بقشور ديال الليمون معسلين والزبيب وان شاء الله والكركاع. يعني هذه غتجي ثاني واحد البريوات ولا كيما بغيتو ديروها في المحينشه ديروها. المهم الحشوه هي الاهم، وحنا كنشكلوها كيما بغينا، صيغار بريوات في المحينشات في بسيطلات صغار فرديين صافي. غادا نبدا نحرك حتى تعسل ليا مزيان ونطفي عليها. هانتوما البنات ها هي تعسلات ليا شفتوا صافي. كتذوقوا الملحه تذوقوا القرفه صافي. دابا تعسلات ليا مزيان. دابا غنطفي عليهم نمشي نفتت الدجاج ديالي باش ان شاء الله هذا الخليط نخويه على الدجاج مفرتت. غاجيو غزالين هاد البريوات البنات، الحشوه غتجي زوينه صافي. دابا غادا نطفي عليه ونخليه يمشي نفتت الدجاج. من بعد ما قطعت الدجاج ديالي البنات فرتته، دابا غادا نزيدو التعليكه اللي صاوبنا ديال البصله والزبيب قشور الليمون معسلين. غادا نزيدو على الخليط، غادا نبدا نحرك صافي تنخلط التعليكه مع الدجاج ثاني ونرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما خلطت الحشوه صافي، دابا غادا نخليها تشرب ان شاء الله تنكمل معكم. هانتوما دابا نخليها واحد شويه ما بين ما تشرب ليا التعسيله، ونعاود نكمل ان شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما خليت الحشوه ديالتي تشربت وبردت،
هو الخليط اللي غيزيد يبنن لينا الحشوه ديالتنا البنات هو الكركاع. هانتوما كما شفتوا الكركاع انا خديت واحد زلافه صغيره تاع الكركاع، يعني واحد تقريبا هنا عندي واحد 150 غرام حتى 200 غرام تاع الكركاع. سخنته شويه صهرته شويه في المقله صافي، وكنهروشو شويه بالهاشو ولا كنوركو عليه غير بيدينا كيتقسم، وكنزيدوه للحشوه ديالنا. شوفوا البنات على بريواس راه كيفهم غادي يجيو غزالين ومبنين وكلشي. هانتوما صافي الحشوه ديالتنا البنات بارده، باش كنزيدو لها الكركاع من بعد ما صهدناه حتى هو وبرد وهروشناه صافي. غادا نخلط صافي وان شاء الله غنبدا نعمر البريوات ديالي. هانتوما البنات من بعد ما تشربت الحشوه ديالتي كما شفتوا زدت لها الكركاع، يعني كتجي هاد البريوات عفوا كيجيو هاد البسيطلات حلوين. صافي كناخذ الورقه ديالتي الصغيره، ها هي كدير من الجهه الحرشه لداخل. دائما انا كندهن داك الخليط ديال الزيت وبيضه كندهنو بها شويه هاد الجناب صافي. كناخذ القياس ديالي، اللي بغى يدير وسط المول يدير، واللي جاتو ساهل انه يجمعها هكا راه يجمعها. نديرو القياس ديالنا ما يجيوش عامرين بزاف. نتوما صافي وغادا اللوانه غنديرها كميميسه، اللي بغى يديرها بريوه ولا يديرها كيما بغيتو اي شكل عجبكم. المهم هي الحشوه، انا قلت نديرهم هكايا بسيطلات صغار ولا نديرهم بسيطلات صغار عاديين بلا هاد الكموسه. صافي كنبقاو كنجمعوا هاد الجناب صافي. كنحاولوا نهبطوا الحشوه ديالتنا الوسط. هانتوما صافي كنحاول نفرق هادو صافي. راه معروفه كنلوي واحد جوج لويات صافي، وكنبدا نسرح هاد الورقه ديالتي. من الاحسن بلا درتوها بالكبيره ضروري كنقصوا هاد الجناب، هاد الصغيره ما نقصت منها والو. صافي كنبدا هكا كنلوي وانا كنقاد صافي. هادشي كنخشيه لتحت. هانتوما هي بحال الوريضه صافي. وداكشي ملي كنخشي لتحت كندوز يديا باش كنمسح الجناب داك الخليط تاع الزيت والبيض صافي. وكنقاده كنقلبها في يديا وكنقاد. الا شتا طويله كنقص، الا جاتني هي هذيك صافي. هانتوما صافي كنغطي بها هاد لتحت صافي وكنحطها. هانتوما شكل تاع الورده كنهبطها شويه هكايا بيديا صافي. هذه هي الطريقه البنات. شوف هانتوما انا غنمشي على هاد الطريقه ونكمل كلشي. هانتوما كما قلت لكم صافي كنحطها في البلاطو باش غندخل المجمد. هانتوما هاد الشكل درتو هكايا شويه طويل كما شفتوا. دابا نشارك معكم هاد الزواقه تاني صافي. غنمشي على هاد الطريقه ان شاء الله تنكمل. هانتوما البنات ها هي هما البسيطلات ديالي كملتهم. انا حددت الورقه الصغيره جبت نص كيلو تقريبا عطاني 14 وحده، وراه باقا عندي الحشوه نكملها بريوات عاديين ولا نشوف شنو غندير. هانتوما شوف دابا انا فرشت لهم بلاستيكه وحطيتهم. دابا غندخلهم مجمد تيجمدوا ليا ان شاء الله، وغادي نجمعهم في البواطه الوقت اللي بغيتو ان شاء الله. انا غادي ندخلهم للفران. الفران دائما الا كان الفران ديال الضوء كنديرو على درجه 160 كتشعلوا عليه من الفوق والتحت وكنخليهم يطيبوا على خاطرهم. ولا كان الفران ديال البوطه العادي كنديرو حتى هو حتى كيسخن باش كنقصوا البوطه وكندخلوا البريو تاعنا في واحد لاطون فرشه بابي كويسون صافي. وكندخلوهم الفران ملي كيطيبوا البنات راه كنذوقوهم بالطريقه اللي بغينا. اما كندهنوا الوجه بشويه تاع العسل ورشوا شويه اللوز كونكاسي ولا ايفيلي ولا شويه الكركاع نيت اللي بغينا. التزيين كيبقى اختياري. من الاحسن دهنوا نيت بالعسل ورشوا شويه الكركاع ولا رشوا بالعسل ونحطوا نص كركاع هنايا الوسط كيجي المنظر زوين ديالهم. كنتمنى منكم البنات اللي شافوا الفيديو ديالي يبارطاجي مع الاحباب والاصدقاء. ما تنساونيش من لايك.